الملفات. ممكن يعني، لكن ليس شفويا مثل الأسبوع الماضي. ما شاء الله أستطيع أن أسجل اليوم، أسجل. فالعرض لهذا الأسبوع مسجل في فيديو إن شاء الله. سأشارك معكم ماذا للمشاهدة لاحقا إن شاء الله، حتى حتى تحسنوا من التعليقات بعد التقديم. فنبدأ، وأيضا حتى يستفيد الغائب اليوم. تفضل. أنت أشرف يريد أن يقدم. نعم، لكن لحظة الدكتور، لحظة. أوكي. أنا أعطي فرصة للآخرين أولا. للآخرين. إذا من الآخرين؟ من الآخرون؟ نورعين أو حورين أو نور شهداء؟ عارف غائب اليوم لأنه يعود إلى القرية لأسباب عائلية، أسباب شخصية. فأنا أسجل المحاضرة اليوم حتى يشاهدوا هذا الفيديو لاحقا. نعم، أو حورين أو نورعين. المهم تقديم ليس بالشرط أن يكون جميلا، يعني المهم نقاط مكتوبة مثل العرض على الشاشة. يعني المهم التركيز على الأفكار، أما الزيادة والتحسين هذا لاحقا. كيف؟ من يبدأ؟ أنا دكتور. طيب تفضلي. أيوة. أوكي. حورين يعني شجاع إن شاء الله، أفضل من أشرف. هل هي شاشة واضحة؟ أي نعم، الشاشة واضحة جدا إن شاء الله. أيوة دكتور، هذا أبدأ من باب الأول من هنفل فيات البحث وغيرها دكتور. إذن لم أنتهي من الكتابة دكتور. لا بأس. ما هو الموضوع، العنوان؟ العنوان نسيته.
tahlilu takim fi kitabil lughal arabiyah li Sofil Ashir fil madrasah Asanawiyah Al-Islamiyah fi Surabaya wafakon ala nadoriyati Brown. Dokter. Okey. Nah, atau tuh. Idzan indi اوكي هذا اوكي لا بأس. بالنسبة للتقديم لاحقا يعني كما قلت التقديم هنا في التقديم على النقاط مثل على باوربوينت. نعم. اوكي اما هذا ان شاء الله سيكون يعني في البحث النهائي المشروع النهائي في الكتابة، ولكن اليوم لا بأس أنت اقرأي الأفكار الأساسية من كل العناوين الفرعية. ممكن اقرأي يعني أفكار أساسية من المقدمة. هذا دكتور yufradu al-manhaj ad-dirasi lil-lughal arabiyyah fil madaris as-sanawiyah istihdamu at-takim alladhi yumkinuhu al-qiyasul maharat al-lughawiyah bisyaklin syamil wa tawasuli. Fa idzan tushiru mumarasat ila anna ba'du kutubi talib la tazalu ta'ridu ashkalu takim mahdudah dan murakizah alal hifdi aw la tumasilu bil kamil al maharat al intajiyah wal istiqbaliyah lil muta'allimin. Wa hada yaj'alu tahlilu takim fi kutubi talib hajatan akademian wa amaliyah mulahah. Wa binaan ala dalika tu'addu dirasa tahlil takim fi kutubi talib li Sofil Ashir min madrasah asanawiyah amaron baligon alhamiyah fahadihi ad-dirasa tusahimu fi fahmi mada fiki adawati takim ma'ana doriyati takim al-lughal arabiyyah al-hadisah khususon wafakon li Brown kama tudifu ila adabiyatil muta'alliqah bijaudati takim fi kutubi talib allati la tazalu mahdudah. هورينا هذه هي التعليقات للتحسين. من المقدمة اذهبي إلى المقدمة في البداية. لاحقا يعني يمكن تحسين هذه الفقرات بإضافة المراجع المناسبة. أكد براون يوجد مرجع. يمكن هناك أيضا فقرات أخرى مناسبة أنت تضيفينها إلى هذه الفقرات مع المراجع. هذا يعني لماذا نستخدم المراجع في الكتابة الأكاديمية؟ لنقوي ما كتبته في الكتابة العلمية. فهمتي؟ نعم دكتور. وفي الكتابة العلمية الأفضل أن يكون أكثر من مرجع، ليس مرجعا واحدا وإنما المراجع المتعددة. يعني هناك أفكار متنوعة وهذه الأفكار تستند إلى المراجع الأكاديمية. الأفضل أن تكون المراجع يعني من المراجع الحديثة. نعم دكتور. طيب. Semua muskilatul bahas. Awalan kaifa takunu ashkal wa anwa'u takim at-ta'limi al-mawjuda fi kitabit talib li Sofil Ashir fil madrasah as-sanawiyah fil lughal arabiyyah.
Suma asani ma jaudatu adawatu takim fi hadzal kitab idza tamma tahlilaha wafaqan lima badi takim ladai Brown. Suma asalis ila ayyi madda yatawafaqu at-takim fi kitab at-talib lisofil ashir lisofil ashir ma'a ihtiyajat ta'limul lughal arabiyyah al-mu'asirah. Okey, Hurin. هذا ليس مشكلة البحث، هذه أسئلة البحث. أسئلة البحث. أسئلة يعني في التربية غالبا أهداف أولا، أهداف البحث ثم بعده أسئلة البحث. أوكي، أنت بعد هذا انقلي مشكلة البحث إلى ما بعد أهداف البحث، لتكون أسئلة البحث. أوكي؟ نعم دكتور. مشكلة البحث ليس مثل هذا. مشكلة البحث يعني مشكلة البحث تبقى، ولكن طريقة الكتابة تختلف. الكتابة تختلف. أوكي. هناك عنوان مشكلة البحث يبقى، لكن طريقة الكتابة تختلف. اوكي، أنت تضيفين مشكلة البحث. نعم دكتور. طيب. اوكي، في المقدمة، انظري في المقدمة. في المقدمة أنت تتحدثين عن المكونات الأساسية. اوكي؟ نعم. في اللغة العربية، وكذلك تعليم العربية بحاجة إلى المواد الدراسية، من أهمها الكتاب التعليمي. والكتاب التعليمي الموجود لا ماذا يلبي المهارات اللغوية المتنوعة. صحيح؟ لأن الكتاب التقليدي فقط يعتني بالحفظ. صحيح؟ نعم دكتور. طيب، هذا في الخلفية، ولكن في المشكلة. هناك مشكلة البحث، يعني في خلفية يعني مقدمة عامة، ولكن في المشكلة أنت أضيفي مشكلة البحث بعد خلفية. أنت أضيفي مشكلة البحث. ماذا نكتب في مشكلة البحث؟ طيب، مشكلة البحث الفرق بين خلفية البحث أو مقدمة البحث. الفرق ماذا؟ الفرق يكون في أن مشكلة البحث يكون يعني ممكن أن نقول المبررات العلمية التي تجعلك تجعلك مندفعة نحو كتابة هذا البحث، أو الدوافع motivation، الدوافع التي تجعلك تكتبين هذا البحث. ولكن الدوافع هذه يجب أن تكون من المراجع أو من المنشورات العلمية، مثل المقالات أو الرسائل الجامعية، أو المنشورات أو الكتب الأكاديمية مثلا. عندما قرأت في الدراسة السابقة، عندما نريد أن نكتب شيئا عن عنوان معين، فسنقرأ الدراسات السابقة. صحيح؟ صحيح دكتور. عندما نقرأ الدراسة السابقة سنجد هناك بعض المراجع. فهناك مراجع
ماذا؟ تشير إلى أن هذا الموضوع مهم، فأنت تكتبين في مشيط البحث. نعم دكتور. أين الشاشة؟ أين الشاشة؟ مثلا هناك مراجع تقول أو تكتب بأن الكتب الموجودة يعني ضعيفة من عدة نواحي، لأنها تعتمد فقط على الحفظ. من قال هذا؟ وهناك أيضا دراسات تشير أن كتاب في جامعة معينة ضعيف، فيه ضعف، لأن الكتاب فقط يركز على مهارة القراءة أو فقط يركز على مهارة الكتابة، يعني المهارات مهارات تعلم غير شاملة. فمن قال هذا؟ فأنت لخصي هذه المراجع، هذه المناقشات في هذا العنوان في مشكلة البحث. أوكي؟ نعم دكتور. أوكي، بعد المشكلة أنت كم سؤال هنا؟ 3. أوكي، أهداف 3 ها؟ أوكي؟ أوكي، أهمية البحث، أهمية النظرية، كذلك أهمية التطبيقية. يرجى التصحيح الأهمية النظرية، ليس الأهمية البحث، هذا صحيح. تحته الأهمية النظرية، الأهمية التطبيقية. أوكي أوكي، ثم بعده ثم باب الثاني الإطار النظري والبحوث السابقة. في الباب الثاني أنت اكتبي أولا في الألف مقدمة. يعني هذا لماذا نكتب في كل فصل مقدمة؟ يعني مقدمة الفصل. في مقدمة الفصل الأول يعني عبارة عن مقدمة الفصل الأول، أما في مقدمة الفصل الثاني عبارة عن مقدمة الفصل الثاني. فهمتي؟ نعم دكتور. طيب، ثم باء الإطار النظري. طيب، بالنسبة للإطار النظري أوكي، فأنت اكتبي مثلا، غالبا نكتب يعني يعني بين 2 أو 3 محاور أو عناوين فرعية تتعلق ماذا؟ بالمتغيرات الدراسة، متغيرات. اوكي، لو ننظر في الموضوع، اوكي، انظري في الموضوع. تحليل التقييم. طيب، من هذا الموضوع اوكي، هل يمكن أن نقترح 3 محاور من الإطار النظري في الفصل الثاني؟ كيف؟ ما هي الأشياء الأساسية من هذا الموضوع؟ التقييم. ليس صحيح تقييم، لكن الترتيب يكون من العام إلى الخاص. قبل التقييم تقييم خاص يعني المفروض ماذا يكون قبله؟ من يعرف؟ أن كتاب باللغة العربية. كتاب صحيح،
يعني لكن كتاب اللغة العربية يقع ضمن أي محور. ما معنى تحليل تقييم هذا؟ ممكن تقييم التقييم كتاب، تقييم يعني تقييم ممكن يعني مكرر، تقييم كتاب. نعم. هذا الموضوع يكون تحت أي موضوع كتاب لغة عربية. نعم ماذا؟ في الإطار النظري ماذا؟ أين نستخدم كتاب اللغة العربية؟ أين نستخدم؟ في مدرسة. طيب ماذا نفعل ماذا يحدث في المدرسة؟ التعلم. أيوة، إذن المحور الأول تعليم العربية. أوكي، فأنت اكتب المحور الأول تعليم العربية. ففي الفقرات اكتبي تعليم العربية من حيث من العامل الخاص. مثلا تعليم العربية التاريخ، تعليم العربية عالميا، يعني من العام بالمراجع. ثم هناك عناوين فرعية سب توبيك. تعليم العربية في جنوب شرقي آسيا، ثم تعليم العربية في إندونيسيا. أيوة، ثم بعد إندونيسيا تعليم العربية في إندونيسيا. ممكن تعليم العربية في إندونيسيا تحته تعليم العربية في المدارس. هناك مدارس حكومية ومدارس أهلية، صحيح؟ صحيح دكتور. أيوة، ثم تحته تعليم العربية في مدرسة ثانوية إسلامية سورابايا. هكذا يعني. ثم محور آخر بعد التعليم التقييم. قبل التقييم كتاب، صحيح؟ كتاب صحيح؟ كتاب دكتور. لكن كتاب خاص، كتاب لغة عربية، يعني من ضمن وسائل تعليمية. وسائل تعليمية من كتاب اللغة العربية تقع تحت أي موضوع أو تقع تحت أي محور. كتاب الدراسة. المصادر التعليمية. المصادر. صح؟ نعم دكتور. فالمحور الثاني المصادر التعليمية، المصادر التعليمية للغة العربية. فهناك عنوان فرعي الثاني المصادر التعليمية. فتحت عنوان الثاني أنت اكتبي المصادر التعليمية بشكل عام بأنواعها. يعني المصادر التعليمية تشمل ماذا؟ الكتب والوسائل التعليمية البصرية والسمعية، وماذا؟ والأنشطة التعليمية وطرق تدريس. وبعده كتاب لغة عربية، كتاب. وأنت اكتبي في هذا الموضوع، يعني ممكن كتاب لغة عربية هناك أنواع، صحيح؟ نعم. مع النماذج، يعني هناك كتاب لغة عربية للناطقين ولغير الناطقين. وهناك ممكن بعض الاتجاهات في تأليف كتاب لغة عربية. تأليف، المهم هناك موضوع تأليف، لأنك الآن تقييم كتاب. ففي الإطار النظري يجب أن تكتبي عن مثلا أنواع كتاب لغة عربية من حيث طريقة التأليف، أو هناك مدارس أو نظريات في تأليف كتاب لغة عربية، صحيح؟ نعم دكتور. اوكي، هذا يمكن. يعني نحن الآن عندك تشات جي بي تي؟ نعم. اسألي تشات جي بي تي. افتحي تشات جي بي تي، اكتبي give me 3 أنت كوبي بيست تحليل تقييم أو تقييم كتاب ni في تشات جي بي تي، اسألي
Give me 3 main themes for literature review in chapter 2. هذا يعني سيعطيك يعني هذا البرنامج محاور مقترحة. نحن نستخدم ChatGPT لمساعدة التعلم ليس لكوبي بيست. اوكي، بعد المحور الثاني ثالثا التقييم. اوكي، هناك نظريات تقييم، منها ماذا؟ أنت وجدت براون صحيح؟ نعم. هل هناك نظرية أخرى؟ موجود دكتور. كل هذه النظريات أنت تضعينها في المحور الثالث. أنت تتحدثين عن تقييم كتاب لغة عربية. هناك نظريات، اكتبي النظرية الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، وبعده أنت تبررين justify لماذا أنت تختارين نظرية براون لتحليل كتاب لغة عربية للصف العاشر من في مدرسة سورابايا الإسلامية. اوكي؟ نعم دكتور. هكذا يعني. ثم بعده في الفصل الثاني خلاصة. المهم خلاصة، يعني خلاصة المناقشة للإطار النظري والدراسات السابقة للفصل الثاني. المهم في الفصل الثاني هناك مقدمة، ثم المحور الأول مع العناوين الفرعية، ثم العنوان ماذا؟ الثاني، ثم الثالث. المهم قبل الخلاصة هناك غالبا نكتب التعليقات حول الدراسات السابقة. اوكي، التعليقات حول الدراسات السابقة، يعني من خلال المناقشة للمحور الأول والثاني والثالث نلخص في العنوان الرابع، وهو ماذا؟ التعليقات على الدراسات السابقة. ماذا نكتب فيها؟ نكتب فيها الفجوة البحثية. هل فهمتم الفجوة البحثية؟ Research gap. وبعد research gap الفجوة البحثية في التعليقات على الدراسات السابقة الخلاصة. الآن أنت أيوة موجود هنا. اوكي، نعم. ممكن أنت تراجعين يعني محور المحاور الأساسية في الفصل الثاني بناء على تعليقاتي قبل قليل. اوكي؟ نعم. الحمد لله يوجد مراجع كثير جدا الحمد لله. ولكن ربما مثلا نريد أيضا الكتابة مثل ماذا؟ قصة، يعني إذا نستطيع أن نسرد القصة أو نحكي القصة بطريقة شائقة، يعني القراء سيفهمون بطريقة أفضل. ولكن يعني إذا كانت طريقة القصة طريقة إلقاء القصة يعني معقدة وغير منظمة، ستكون الأفكار يعني متناثرة غير منظمة. فهمتم؟ فهمت دكتور. كيف الفصل الثالث؟ لم أنتهي دكتور. المهم في الفصل الثالث مقدمة أيضا، مقدمة ليس باء منهج البحث. نبدأ كل من مقدمة. هذا صحيح، ليس نوع منهج البحث. دون نوع دكتور. ليس نوع منهج أو منهجية البحث. في عنوان الباب، لا نقول الباب، الفصل الثالث منهج البحث
وإجراءاته. ما معنى الإجراءات؟ يعني ما هي الإجراءات البحثية التطبيقية في هذا البحث؟ يعني كل المعلومات المتعلقة بالمنهجية وإجراءاته، فنحن نوضح كل المعلومات في هذا الفصل. مفهوم؟ مفهوم دكتور. طيب في المنهجية يعني نحن نوضح يعني هل نستخدم أو نلجأ إلى استخدام منهج نوعي أو كيفي أو مختلط في هذا البحث، لكن مع التبرير أيضا، ليس فقط المعلومات، كل المعلومات يجب أن تكون مدعومة بالمراجع. لماذا؟ للتبرير. لماذا نوعي؟ لماذا كمي؟ لماذا مختلط؟ والمراجع في الفصل الثالث كلها تتعلق بالمراجع من منهج البحث، الكتب المراجع في منهج البحث. منهج البحث. ما معنى مصادر البيانات في جيم؟ instrumen. instrumen يعني نقول أدوات البحث. لكن قبل أدوات البحث هناك عنوان آخر، مجتمع البحث والعينة. مجتمع البحث والعينة يعني من حيث إما وصفي كذلك مجتمع والعينة دكتور. العينة من كتاب الطالب. يعني ممكن في عينة في العينة كتاب الطالب، صحيح؟ صحيح. ولكن في الكتاب، في هذا الكتاب يحتوي على كم فصل، كم باب، كم وحدة؟ Ada berapa bab? Kam wahdah? Situ. Aduh dokter. Ila bahasa Hamzah sita. ستة. Okay. في التحليل هل أنت تحللين كل هذه الوحدات 6 دروس؟ تقريبا لا دكتور. كم وحدة؟ ثلاثة إلى فصل دراسة الأول فقط. كم؟ يعني الدروس الثلاثة الأولى فقط، صحيح؟ نعم دكتور. The first 3 lesson. Okay. إذن مجتمع البحث الكتاب يحتوي على 6 دروس، ولكن بالنسبة للعينة المختارة للتحليل فقط 3 دروس الأولى. 3 الدروس الأولى. فهمتي؟ فهمت دكتور. وأنت تذكرين هذه المعلومات، يعني 3 الدروس الأولى كم صفحة؟ الكتاب الكامل كم صفحة؟ اوكي؟ وأنت أيضا اذكري التبرير. لماذا اخترت فقط 3 الأولى؟ يجب التبرير. فهمتي؟ نعم دكتور. اوكي. ثم من حيث التحليل. طيب من حيث التحليل، عندما تحللين هذا الكتاب، يعني 3 الدروس، اوكي؟
كيف تحللين هذا الكتاب؟ هذا يكون في أدوات. أوكي، ماذا تكتبين في أدوات البحث؟ Al-adawat, mawadu ta'lim, mawadu ta'allum, at-tamarin wal wajibat. Kadalika adawat. هل فهمت معنى أدوات البحث؟ هل أنت استخدمت استبانة لا. أو مقابلة؟ لا دكتور. أنت استخدمت كواليتيتيف صحيح؟ نعم. اوكي، كيف تحللين هذا الكتاب كواليتيتيفلي نوعيا؟ ماذا استخدمت؟ أنت كتبتي لا قبل قليل تحليل بتصنيف البيانات. بابا lagi كم ke atas balik فوق أيوة دراسة محتوى كتاب. إذن أدوات البحث تحليل المحتوى. هل فهمت معنى تحليل المحتوى؟ نعم دكتور. Content analysis. إذن content analysis هو أداة من أدوات المستخدمة في الدراسة النوعية qualitative. فأنت تستخدمين هذه الأدوات في تحليل هذا الكتاب. وأنت اكتبي في تحليل المحتوى ما هي ماذا الجوانب التي تنظرين إليها في تحليل الكتاب. في practicality، لماذا؟ الموثوقية، الصلاحية، الأصالة، صحيح؟ صحيح دكتور. أيوة. أوكي، إذن أنت إن شاء الله لاحقا أنت ترتبين هذه المعلومات مرة أخرى. أوكي؟ نعم دكتور. أوكي، ثم تحته ماذا يوجد؟ تحليل. أوكي، تصنيف البيانات. يعني أنت عندما تحللين هذا الكتاب أنت تلخصين البيانات ثم أنت تصنفين المعلومات إلى نعم. أوكي؟ نعم. ولكن يجب أن تذكري بأن هذا التحليل يقوم على نظرية. أي نظرية؟ نظرية براون. نظرية براون. وهذه النظرية له كم معيار؟ 6 دكتور. 6. أوكي. يجب كل المعلومات تستند إلى المراجع. أوكي؟ نعم. هذا validitas reliabilitas. بمعنى أيضا هناك تثليث، يعني هناك أيضا كروس تشيك بالمراجع الأخرى وكروس تشيك بالنظريات الأخرى. ولكن ليس يعني يجب أن تذكري ما هي المصادر التي ترجعين إليها أو تلجئين إليها ماذا؟ لتقوية يعني المناقشة، وكذلك في النظريات. وبالنسبة للخبراء كيف تكون مراجعة الخبراء؟ في التقويم نقدم نتائج التحليل إلى خبراء. أوكي، انظري إلى أهداف. عندك كم هدف؟ 3. أوكي، انظري في الهدف الأول. وصف أشكال، يعني هذا التحليل عندما نكتب هدف كل هدف له أداة البحث. الهدف الأول الوصف، يعني هذا تحليل محتوى.
تحليل جودة التقييم، أيضا تحليل محتوى، تقييم مدى توافق. أوكي، ربما هذا ماذا تستخدمين في تقييم مدى التوافق؟ كيف تقومين بتقييم مدى التوافق؟ هل تستخدمين تحليل محتوى أو تسألين خبراء؟ تحليل محتوى. تحليل محتوى أيضا؟ تحليل محتوى. نعم دكتور. لا، لكن في قبل قليل أنت تكتبين أو تقولين بأنك ستراجعين الخبراء. ربما أنت ستذهبين إلى 3 خبراء أو 2، وربما أنت ستسألينهم يعني هل هذا صحيح أو هذا صحيح؟ صحيح؟ نعم دكتور. أوكي، هذا أيضا من ضمن أدوات البحث. هذا نقول التقييم، تقييم الخبراء. تقييم الخبراء يعني الخبراء سيقومون بتقييم القائمة من السؤال الأول والسؤال الثاني. فبالنسبة لتقييم الخبراء يمكن أن يكون في لسؤال ثالث. نعم دكتور. فهمتي؟ فهمت. ولذلك لدراستك توجد نوع 2 من أداتان. الأداة الأول تحليل محتوى، وثانيا ماذا نقول؟ تقييم الخبراء لمحتوى الكتاب. مفهوم؟ مفهوم دكتور. أيوة، هذا يعني أفضل. يعني بالنسبة لرسالة الماجستير يعني يجب يعني أن يكون يعني أكثر من أداة واحدة، من أداتين أو 3 أدوات، لأنه أداة واحدة فقط في بحث البكالوريوس مشروع نهائي. وفي الفصل الثالث يجب أن تذكري كيف تختارين هذه الخبراء، من هم، يعني ما خلفيتهم، من هم خبير في تعليم اللغة العربية أو خبير في تأليف الكتاب العربية. في الخطة في الفصل الثالث عبارة عن خطة. أنت اذكري ستختارين مثلا خبيرين أو 3 خبراء في مجال تعليم اللغة العربية، خاصة في تصميم المواد التعليمية. أوكي؟ نعم دكتور. أوكي. ثم تحته ماذا؟ هذا صلاحية ثم إجراءات خطوات اختيار جمع المسائل. لكن ربما هناك زيادة، التقييم الخبراء، تحليل المحتوى، التقييم وفق براون. يعني ربما هناك تقييم المعايير، تقييم معايير الكتب أو تقييم محتوى الكتاب مع الخبراء. ثم الخامس التلخيص والاستنتاجات. ثم ممكن بعدها يعني خلاصة، ولا تنسين ماذا؟ المراجع. هذا فقط بالنسبة لي 3 فصول أولى من خطة البحث. هل يكون الأمر واضحا الآن؟ نعم دكتور. إذا كنا واضحين في كتابة 3 فصول أولى من
خطة البحث سنكتب الرسالة بسهولة، نعرف لماذا نختار هذا العنوان، وكيف نكتب، وأين نجد المعلومات، ما المنهجية المستخدمة، وما العينة، وأين نجد العينة، كيف تختارين، لماذا نختار هذه العينة، كيف نجمع المعلومات، ما الأدوات المستخدمة في جمع المعلومات، كيف نحلل المعلومات، كيف نكتب، كيف نحلل. فعندما نعرف كيف نحلل نستطيع أن نكتب نتائج البحث في الفصل الرابع، وأما في الفصل الخامس عبارة عن مناقشة النتائج. ولكن الآن يوجد ChatGPT، أنت الآن كتبت كثيرا، بعد هذا أنت اعملي copy paste، ضع على ChatGPT، أنت قولي لChatGPT حسن يعني الجوانب، حسن هذه ماذا نقول البروبوزال إن شاء الله. المهم ليس لكوبي بيست، لكن لنجد يعني ماذا لكي نستخدم ChatGPT للعصف الذهني، brainstorming session، للمناقشة. اوكي؟ نعم دكتور. اوكي، بعد هذا ان شاء الله نريد ان يعني هذا ليس لك فقط، للآخرين. بالنسبة للعرض أريد للعرض على باوربوينت على الشاشة، وأما المشروع تسليم البحث النهائي مكتوب مثل هذا، لكن بطريقة أفضل بالمراجع وأطول، وزيادة الأفكار والمعلومات. واضح؟ واضح دكتور. أوكي. هل هناك سؤال آخر يا حورين؟ إن شاء الله واضح دكتور. واضح؟ أنا أعتقد تعليقاتي مفيدة. نعم دكتور جدا. الحمد لله، هذا ما نريد يعني. فهذا هو الأفضل يعني من أن أشرح في المحاضرة، ولكن عندما تكتبون من أنفسكم أنا سأكون يعني ستكون تعليقاتي أفضل بعد الاستماع إلى أو بعد المشاهدة، بعد مشاهدة مشروعاتكم. اوكي؟ طيب، بعد هذا سأشارك المحاضرة المسجلة، وأنتم تشاهدون هذا مرارا ومرارا حتى لا تنسوا ما قلته اليوم. اوكي، الآن الثاني من يريد أن يشارك؟ شكرا لحورنا. عفوا دكتور، شكرا دكتور. ممكن أنا دكتور؟ اوكي. كأنه معاين. هذا هو المسودة. إيه. ماذا؟ اوكي. العنوان ماذا؟ عنوان أنا نسيت يعني. تصورة الطلاب الآن حول دار بودكاست وبودكاست لتحسين مهارة اللغوية الأربع. فقط تصحيح لغوي. تصورات طلاب الجامعة. طلاب من نكرة. ممكن مثلا أيضا كلمة
في العنوان. عندما نكتب عنوان يعني كل كلمة له وظيفة معينة. مثلا حول أنت اخترتي كلمة دور، يعني دور رول بالملايوه peranan. لكن في تيسيس عندما نكتب دور يجب أن تعكس هذه الكلمة كيف ماذا نعرف، كيف نقيس مستويات دور، أو هناك حول استخدام بودكاست. عندما نكتب كل كلمة يجب أن نقيس evaluate كيف نقيس يعني دور. هناك مثلا بالاستبانة أو استخدام، فأنت تراجعي مرة أخرى هل هناك كلمة يعني أخرى مناسبة من دور مثلا. فعالية ممكن itu. أيوة فعالية. ممكن هنا بعد هذا يوجد استبانة فعالية في هذا هذا البحث. طيب. فعالية استخدام بودكاست مثلا، البودكاست العربية. اوكي، كل كلمة يجب أن تكون دقيقة في البحث العلمي، ليس مثل كلام السياسيين يعني يتكلمون ما يشاءون ثم يعني ماذا يطير كل شيء في الهواء. طيب. هذا سؤال مقدمة. وممكن مقدمة أيضا، ممكن أيضا تحسين. أنت اقرأي مرة أخرى. ممكن إضافة المراجع أيضا. طيب. أوكي. مثلا أوكي، في الفقرة الثانية أنت كتبت ومع ذلك ما يزال بعض الطلاب يواجهون صعوبات في إتقان المهارة يعني التعرض لمواد خارج الفصل الدراسي. من قال هذا؟ ابحثي عن الدراسة في هذا. ممكن يعني هناك إذا يوجد أكثر من مرجع كي اكتب في بين القوسين فلان سنة يعني تلخيص. ممكن يكون أكثر من مرجع. أوكي؟ طيب. أيوة، لأنه هذا لو لا يوجد مرجع هذا مثل نقول يعني ادعاء باطل. مشكلة هذا قليلة. المشكلة يجب أن تكون قوية أكثر ومكثفة. يعني مشكلة البحث كتابة مشكلة البحث يجب أن تكون مكثفة من حيث التبرير بالمراجع. مثلا في مشكلة البحث التركيز على لماذا أنت تركزين على بودكاست؟ لتحسين أي مهارة؟ لاكتشاف أي مهارة. استماع أو كلام فقط أو استماع أو كلاهما. أي مهارة تستفيد أكثر. لاكتشاف أي مهارة تستفيد أكثر من توظيف. استخدام بودكاست مفيد لتحسين أي مهارة، كتابة أو استماع الكلام أو القراءة. من دراسة سابقة استماع الكلام أكثر. إذن في مشكلة البحث اكتبي عن أهمية تحسين. مثلا أولا ركزي على ضعف مهارة الاستماع والكلام. ضعف مهارة الاستماع والكلام لدى الطلاب الناطقين بغير عربية، والطلاب الناطقين بالعربية فقط يركزون على القراءة. عندما يتعلمون العربية
ماذا يفكرون بأن العربية فقط قراءة القراءة والكتابة، وهم غير متمكنين في الاستماع في الكلام. لماذا؟ لأنهم ضعف، يعني ضعف الطلاب في مهارة الاستماع والكلام. اوكي. ثم اكتب أيضا ما أسباب ضعف الطلاب في مهارة الاستماع والكلام. ما أسباب ضعف الطلاب في مهارة الاستماع والكلام. اوكي. يعني ممكن هناك دراسات تشير إلى قلة الممارسة وعدم وجود بيئة اصطناعية أو عدم وجود بيئة انغماسية. هل فهمت الانغماس اللغوي؟ مثل انغماس، يعني نحن الآن في هذا الفصل كلنا نتحدث بالعربية، صحيح؟ نعم. كأننا ندرس في دولة عربية، لكن نحن لسنا في دول عربية. هذا يسمى انغماس. يعني مثل تمثيل، ممثل فقط. فبالنسبة لي كيف نواجه مشكلة ضعف الطلاب، أو كيف نحل هذه المشكلة؟ ربما الاستماع إلى المذياع واستخدام مالتي ميديا متعددة، ومن بينها أيضا استخدام بودكاست. وأنت الآن في مشكلة البحث أنت اكتب هل هناك دراسات تشير إلى إيجابيات استخدام بودكاست؟ نعم. ممكن كثيرا من الدراسات السابقة تتحدث عن إيجابيات بودكاست في اللغة الإنجليزية. أنا أعتقد موجود أكثر. فيمكن أن تذكري إيجابيات استخدام بودكاست في تحسين مهارات اللغة، ولكن في الإنجليزية. في نهاية هذه الفقرة أنت اكتبي فمن خلال المناقشة من الدراسات السابقة هذا البحث يريد أن يبحث في دراسة إيجابيات أو إمكانيات تحسين مهارة الاستماع والكلام أو مهارة الكلام، نعم، من خلال استخدام بودكاست ولكن في اللغة العربية. فهمتي؟ يعني لا بأس. يعني أنت استمعي إلى هذه المحاضرة لاحقا. يعني هذا هو أهداف البحث. دراسة طلاب الجامعة من أي كلية؟ بعض أرقام وتحسين. اوكي. برامج متعلقة باللغة العربية. اوكي. السؤال الثاني تحديد المهارة. السؤال الأول للطلاب، صحيح؟ نعم. السؤال الثاني للاستبانة أيضا؟ للطلاب أيضا باستبانة. نعم. اوكي. ولكن أنا أعتقد تحديد المهارة، يعني أعتقد نعرف الجواب. يعني الطلاب سيجيبون مهارة الكلام، صحيح؟ يعني الهدف الثاني، يعني يمكن رجعي مرة أخرى.
فهمتي؟ لو أنا لا أعرف، لكن لو أقرأ هذا السؤال أنا سأعرف ما الذي سيجيبه الطلاب. فإذا نعرف الجواب لا نحتاج إلى السؤال في البحث. فهمت صحيح؟ السؤال في البحث نريد أن نعرف الإجابة التي لا نعرفها من وجهة نظر الطلاب. ربما أنت ابحثي في دراسة سابقة أو اسأل ChatGPT ما السيرفي المناسب لهذا الموضوع، أو سيرفي المناسب لعنوان لبحثك الآن. اوكي؟ فهمتي؟ اوكي. جمعية نظرية مناسبة، يعني هذه ممكن نظرية تواصلية لأنك تركزين على مهارة الكلام، صحيح؟ نظرية تواصلية communication، ونظرية ماذا نقول في طرق تدريس اللغة. هناك طرق تدريس ماذا؟ طرق تدريس سمعية شفوية، يعني هناك نظريات تعلم اللغة. okay. اوكي. وأيضا بودكاست أيضا من الوسائل المتعددة، صحيح؟ من مالتي ميديا، صحيح؟ أو من فيمكن يعني هناك محور آخر، ممكن استخدام أدوات ماذا؟ السمعية الشفوية، audio visual أو audio visual. لأنه قديما ممكن الناس يستخدمون الراديو، بعد راديو CD، بعد CD يعني ربما تلفزيون، وبعد التلفزيون الآن جديد بعد TV بودكاست. فأنت يعني الأدوات المساعدة في تعلم، في تطوير مهارة الاستماع والكلام. فهمتي؟ إذا هذه النظرية ممكن، لكن الإطار النظري هذا في الفصل الثاني مثل حور. في الفصل الثاني. هذا في الفصل الثاني. هذا فقط أو كل لإطار نظري في الفصل الثاني؟ كله في الفصل الثاني. بعد الهدف، بعد الأهداف والأسئلة مباشرة أهمية البحث. هذا في الفصل الثاني. الإطار النظري والدراسات السابقة. أهمية ثم المصطلحات، ليس تعريف، المصطلحات العلمية. استماع، كلام، القراءة والكتابة. قبل قليل ماذا؟ هذا نقل إلى فصل ثاني، يعني مع النظري. النظري، الإطار النظري والدراسات السابقة. هذا هو المراجع في مدرسة هذه الدراسة. لكن لما لا بأس. يعني التعليقات ستكون مثل التعليقات لحور. Jadi hal صحيح كما فهمت لكل
الفصول لابد يوجد المقدمة والخلاصة. نعم. مقدمة في البداية، الخلاصة في النهاية. وما الفرق بين منهجية البحث ومنهج البحث؟ نفس الشيء يعني. إذا تستخدم منهجية فقط مصدر، يعني منهج عام اسم، المنهجية مصدر صناعي. نفس المعنى، فقط صيغة الاسم والصيغة مصدر. منهج البحث سأستخدم منهج كمي. اوكي. مجتمع البحث طلاب تدريس لجامعة عائلة. طلاب، يعني طلاب. مش تصل اوكي، ada وأرقام. طريقة اختيار العينة. بين 5 إلى 7 يكفي جدا. هذا العينة عينة عشوائية random أو قصدي أو purposive؟ volunteer. ليس تطوع، لا نقول تطوع، إما عشوائي أو قصدي، purposive أو random. random مثلا نختار 40 من طلاب تصل، ومن يريد أن من يريد أن يجيب، يعني هذا عشوائي لا نعرف من يجيب. ولكن قصدي نريد كل 40 يجيبون، فكل 40 يجيبون. لماذا؟ لأنهم يعني سيعطينا المعلومات المطلوبة، هذه عينة قصدية. إذا لو وزع الاستبانة في مجموعة واتساب مثلا ثم استبانة مفتوحة هكذا، صحيح؟ نعم. إذن عشوائي. هذا استخدام Google Form. Google Form. هذا هو البروسيدور. هذا اوكي. بالنسبة هناك أدوات البحث. هناك استبانة الأولى كم سؤال، استبانة الثانية كم سؤال، يجب أن نشرح. تحت أدوات الجمع. كم سؤال، وهذه الاستبانة من أين جئت؟ من الدراسات السابقة، مقتبسة، أو من صنعك، أو أنت تصممينها من دراسات السابقة، أو أنت تجدي ماذا؟ أنت modify، أنت تقتبسينها من الاستبانة الموجودة. من أين؟ دراسة سابقة. اوكي. فضعي اكتبي هنا الاستبانة الأولى من أين، والاستبانة الثانية من أين. اوكي؟ فهمتي؟
هذا فقط. ثم هناك تحليل البيانات، هناك خلاصة. خلاصة المراجع إن شاء الله. أنت تطورين هذا البحث إن شاء الله ليكون في التقديم، يعني تقديم البرزنتيشن والنهائي، وللتقديم النهائي تقديم برزنتيشن، وأيضا تسليم النهائي مثل هذا. Slide presentation for presentation, أما Microsoft Word writing for final project, final proposal. واضح؟ واضح. أيوة. هل عندك أي سؤال آخر؟ هل أنت واضحة من تعليقاتي؟ نعم واضح جدا. إن شاء الله. فهذا ما أريد، يعني رغم أننا لم نلتقي في الجامعة، المهم نستفيد أيضا من خلال الفصل والمحاضرة على الإنترنت إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير. إن شاء الله. وأيضا جمعة مباركة إن شاء الله، بركة الجمعة، بركة دعاء لشيخنا شيخ حسين إن شاء الله، شفاه الله. العفو، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله. ندعو كثيرا، يعني في مسألة الجمعة ندعو كثيرا، هناك أوقات الاستجابة إن شاء الله. اللهم استجب دعوتنا. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. إن شاء الله. ثم من؟ السلام عليكم. نعم. أسي دكتور، لدي مشكلة آنفا. لا بأس. هل أقدم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل الشاشة واضحة؟ أي نعم. نعم، أنا لم أعمل على شرائح، أنا كتبت فقط في ملف هذا. نعم، موضوعي هذا هو تحليل أخطاء في الكتاب المدرسي للغة العربية لسنة أولى سنة 2026 بحثا نوعيا. نعم، وكتبت المقرر خلفية البحث، المقرر في ماليزيا، والسياق، ونعم الذكاء الاصطناعي، واللغة العربية، والصعوبات داخل اللغة. ثم أنا كتبت عن مشكلة البحث. هناك الباحث الذي أشار بأن هناك أخطاء كثيرة ومتنوعة في كتاب اللغة العربية في السنوات القديمة. هذا كتاب وفي كتاب الحكومي. ونعم، أن الأخطاء هذا الموضوع مرة أخرى، الموضوع تحليل أخطاء في الكتاب مدرسي. كتاب أي كتاب؟ سنة أولى لمقرر جديد هذا اللغة العربية الاتصالية هذه. نعم. الكتاب القديم هذا كتاب الموضوع الآن؟ هو سينسخ، بمعنى لأن هذا
kitab KSSM. نعم بمعنى هناك البديل. هذا هو كتاب الجديد والبديل لما عند لما سيقبل. نعم هكذا. نعم مشكلات البحث كما قلت وأهداف البحث كما نصحت أنا فعلت على 3 أهداف. أولا استكشاف الأخطاء اللغوية والتربوية في كتاب اللغة العربية لسنة أولى سنة 2026. ثانيا تصحيح الأخطاء اللغوية الموجودة مع بيان عوامل مؤثرة عليها. ثالثا هو اقتراح علاج الأخطاء اللغوية التربوية مع طريقة التعليم المناسبة لكل منها باعتبار إلى المقرر المعد لها. ثم أنا كتبت أهمية الدرس دراسة سيفيد هذا البحث جميع المعلمين والطلاب والوزارة إن شاء الله في تسهيل الإجراءات التعليمية وتعريف المصطلحات الأخطاء. ما معنى الأخطاء والغلط أو الأشياء المتناقضة ولا يتبع القواعد المقررة. ويقاس في هذا البحث الأخطاء اللغوية باستخدام كتاب مقرر واحد نفس الكتاب فقط قياسا على مناسبة الكلمات أو ترتيبها بمعنى صحة الكلام هكذا صحة الكلمات واستخدامها التي لا تتبع على قواعد النحو والصرف والبلاغة والجودة وغيرها سيذكر في أبواب التالية. ويقاس أيضا الأخطاء التربوية في نفس الكتاب الواحد هذا على فعالة ومناسبة طريقة التقييم بمعنى الأسئلة والنشاط هذا باعتماد على أهداف المنشودة. والكتاب المدرسي هذا ما معنى هذا الكتاب؟ الكتاب المدرسي هذا هو الكتاب الجديد بمقرر جديد في سنة 2026 لسنة أولى لأن هذا هو الكتاب الجديد ويكون هذا الكتاب ونفس الكتاب المستخدم لكل مدارس ولا يختلف كتابا واحدا من آخر هكذا. هذا هو الفصل الأول. لكن في الثاني أنا لم أكتب بشيء بشكل جديد لأن فقط كتبت ما عندي. هناك قضايا التعلم اللغوية وفقا لهذا باحثين أمجد وفوتين هذا فإن النحو يعكس على ربعات في المئة من طلبة الترجمة بين النصوص اللغوية لتحقق الدقة والمطلوبة مما يؤدي إلى عائق لغوي في عملية تعلم اللغة. هذا بمعنى الذي قلت بأن الأخطاء سيعيدها الطلاب إن لم تصحح هذا الأخطاء. وهناك أيضا لإسماعيل وآخرين فإن المشكلة الشائعة في تطبيق النحو العربي هناك في فئتين رئيستين الكلمات والتراكيب في كتاب اللغة العربية في KSSM هذا هو في KSSM في كلمات والتراكيب. أما إسماعيل أيضا نفس الشخص قد بينا بأن قابلية قراءة كتب اللغة العربية في منهج KSSM لدى الطلاب ما زال في أدنى مستوياتهم من الفهم حيث إن الطلاب يكادون لا يفهمون النص إذا لم يكن مصحوبا بصور. معنى بأن الطلاب لابد يتعلم بمصاحبة الصور. هناك مشكلات كثيرة في كتاب اللغة العربية في القديمة. هناك تم تسجيل 70 خطأ لغويا في كتاب اللغة العربية للصف الرابع ضمن منهج KSSM هذا. هناك أيضا الأخطاء اللغوية في كتاب اللغة العربية هذا خطأ. ثم هذا هو ما عندي. ثم انتقلنا إلى النظرية المستخدمة. هناك نظريتين هو أولا نظرية شومسكي وثانيا هو نظرية تحليل الأخطاء. نعم نظرية تحليل الأخطاء هذا. نعم لهذا هذا النظرية أولا نظرية شومسكي هذا وللنظرية النحوي التحويلي التوليدي هذا Transformational Genetic Grammar. وضع نعوم شومسكي على هذه النظرية وفكرة مركزية هو النحو التوليدي. التوليدي معناه أن قواعد اللغة تستطيع توليد عدد غير محدود من الجمل من عدد محدود من القواعد. معنى القواعد يمكن أن يعبر على كثير من
جمل السطحية بنية سطحية هذه. نعم. ونعم من هذه أيضا هناك النحو التحويلي. بعض الجمل ليست في شكلها النهائي عند بدايتها، هذا هو الذي قلته. هناك بنية عميقة تحول بواسطة قواعد إلى بنية سطحية هكذا. بمعنى هناك هاتين من النظرية شومسكي هذا، والآخر هو المثال لهذه. نعم. ثم ننتقل إلى تحليل الأخطاء. هذا نظرية تحليل الأخطاء. نعم. نظرية تحليل الأخطاء هذا هو أسسها قد هذا في 1967 في إطار لدراسة أخطاء المتعلمين. وما هذه الفكرة الأساسية لهذه النظرية؟ أن ترى أن أخطاء المتعلم ليست عيوبا، بل هي دلائل، بل هي ظواهر التي تشير إلى كيفية تعلمه للغة. بمعنى كيف يتعلم الطلاب المتعلمين اللغة. بمعنى عندما يخطئ فنحن نفهم هذا. ثانيا هناك أيضا نحن نرى أنها المراحل الذهنية التي يمر بها. والثالثة القواعد التي بينها يبنيها المتعلم في عقله. بمعنى هو القواعد الوسط، هناك هذا بمعنى القواعد الواسطية هذه، بمعنى interlanguage هذا، بمعنى interlanguage مصطلح الأخطاء هذا. بمعنى هناك ربما أن الطلاب يتعلم يخطئ هذا، لكن بعد أن يخطئ يتعلم بشكل أكثر، بشكل فعال. هذا هو كيف نعمل بالنسبة إلى كود هذا. كيف نحلل الأخطاء؟ أولا هنا جمع التعيينات، بس الكتابات، تعرف على الأخطاء، وصف الأخطاء، تفسير الأخطاء، وتقويم الأخطاء هذا. وهناك هذا أنواع الأخطاء وأسباب الأخطاء هكذا. نعم. ثم أنا سأكتب بمعنى في هناك كونسبت شوبين هذا. أنا سأستخدم كما فعل لتحليل الأخطاء هذا. المشكلة فقط أنا أجمع بين نظرية شومسكي هذا ونظرية تحليل الأخطاء هذا هكذا فقط. أما الفصل الثالث هناك هذا البحث سيستخدم تصميم البحث النوعي عبر منهج تحليل الوثائق لاكتشاف الأخطاء اللغوية الموجودة في هذا الكتاب. سيستخدم هذا البحث المعاينة المتاحة بمعنى convenient sampling هذا، لأن هذا الكتاب متاح لجميع المدرسين والدارسين. نعم. بمعنى هذا الكتاب هو نفس الشيء، بمعنى سينشر بنفس الكتاب. وهناك من أجل التثليث، من أسلوب أساليب التثليث هذا المنهجي، أنا سأعمل مقابلة مع الخبراء في هذا المجال، خاصة المصمم لهذا الكتاب. كما فعلت سأجمع البيانات من الكتاب اللغوية الثانية هذه مثلا أولى. ستكون أولا تحليل الكتاب بمعنى إجراءات التحليل هذا. كما قلت هو نفس الشيء. أنا سأعمل هذه النظرية بعينها. نعم. تحليل أخطاء الكتاب من حيث اللغة والتربية، مثلا النحو والصرف والبلاغة والاستخدام والدلالة هكذا ومناسبة. نعم. ثم سأعمل بيان نوع هذه الأخطاء. ثم سأستفسر بمعنى سأبين العوامل المؤثرة عليها، ثم جمع البيانات، ثم اقتراح العلاج لهذه الأخطاء. بمعنى بعد هذه سأصحح واقتراح العلاج، كيف نصحح هذه الأخطاء ونصحح في بنية العميقة هذه. نعم. نعم. تم تحقيق المصداقية من خلال الرجوع إلى كتب النحوية اللغوية واستعانة باختصاص من متحدثي اللغة العربية الأصلية، وبعد حصول الأخطاء وتحليلها تم تصنيفها والرجوع إلى المختص. وعلى سبيل المثال عند الوصول على أخطاء معين يلجأ مباشرة إلى مرجع نحوي عربي، وإذا ظل الأمر غير واضح يسأل المختص للتأكد من دلالته وصحته. وقد ساعد هذه العملية على ضمان
أن تعكس الموضوعات الإجابات والتصحيحات المقترحة بدقة وموثوقية وأصالة. نعم، هذا فقط، أكتفي بهذا. اوكي، اذهب الى الموضوع. اوكي، انت اخترت كتاب KSSM، فانت فقط اكتب تحل اخطاء ممكن اي اخطاء لغويه يعني بحاجه الى تخصيص، اخطاء املائيه او اخطاء محتوى، يعني هذه الاخطاء بحاجه الى التخصيص. فهمت؟ لو أريد فقط أخطاء لغوية وتربوية هذه ممكن، لأنني أنا أعرف المصطلحات نعم هذه. لغويه، لكن كيف تحللين، كيف تحلل اخطاء تربويه يعني؟ بالنسبة كما قلت هنا باعتماد على الأهداف المنشودة في مقرر هذا، أنا سأقرأ المقرر، وهل الأنشطة في هذا الكتاب سيعمل بفعال، معناه لنيل هذه الأهداف. نعم. في كتاب لغة عربية للسنة الأولى KSSM لا تحتاج إلى سنة 2026. نعم. KSSM فقط. نعم. هكذا. نعم. خلفية، يعني كتابة الخلفية بحاجة إلى إضافة أكثر من أيضا الأفضل أن ماذا تبرر أو تضيف إلى هذه الفقرة المراجع. أوكي. وأما أين المشكلة؟ مشكلة ما شاء الله فقط 4 أسطر. المشكلة لا يمكن، يعني غير مقبول. المشكلة يعني مشكلة يعني مثلا هناك الحديث عن مصادر تعليم اللغة العربية من الكتاب، يعني ما المشكلة في كتاب لغة عربية؟ فكل المشكلة أن كل القضايا التي تتعلق بضعف كتاب لغة عربية أنت تناقش في مشكلة البحث. حسنا. هناك دراسة تشير إلى أن كتاب لغة عربية ضعيف في كذا كذا كذا، وهناك هناك يعني دراسة تشير إلى أن الطلاب يرغبون أكثر في التعلم الكتاب مثل هذا. أوكي، يعني كل هذه المناقشات لتبرير هذا البحث في مشكلة البحث. أوكي. المشكلة هذه هل يمكن أن بمعنى مثلا نحن نعمل هذه العملية وحصلنا على نتائج، هل يمكن أن نضيف المشكلة مما عملنا في هذه النتائج هذه؟ دكتور؟ في مشكلة البحث معظم الأفكار من مشكلة البحث تكون من دراسات سابقة. الدراسات السابقة الحديثة التي تبرر دراستك. فهمت؟ فهمت. بمعنى لابد استكشاف أخطاء. هل استكشاف الأخطاء يعني تحليل محتوى الكتاب؟ تصحيح الأخطاء أيضا تحليل محتوى الكتاب. اقتراح علاج يعني أيضا تحليل محتوى. هل تستخدم استبانة أو أنت تقابل خبراء مثل حور؟ نعم، أنا سأعمل التثليث بمقابلة. نعم، الخبراء أيضا. نعم. بمعنى بعد هذه مقابلة الخبراء ستكون في أي سؤال أو هدف؟ لاقتراح علاج الأخطاء أظن. اوكي. اقتراح وتصحيح. أهمية دراسة يعني قابلة للتطوير، للإضافة، أطول شوية. المصطلحات. اوكي. ثم الفصل الثاني يعني الإطار النظري والدراسات السابقة. بالنسبة للفصل الثاني يعني تقريبا مثل حور.
فهمت؟ نعم. تعليم العربية، المصادر التعليمية، كتاب لغة عربية، وأيضا تقييم الكتاب، لأنك أنت يعني حور المحور الثالث تقييم الكتاب، ولكن بالنسبة لبحثك أنت تعليم العربية، ثم أولا يعني تعليم العربية، ثم المصادر التعليمية وكتاب لغة عربية، وثالثا تحليل أخطاء. بمعنى هذا هو conceptual framework دكتور الذي قلت هذا؟ يعني بالنسبة للإطار المفاهيمي conceptual framework لبحثك سيعتمد على تحليل أخطاء، لأنك تحلل أخطاء، صحيح؟ نعم. أيوة، فابحث عن framework في تحليل الأخطاء. حسنا. أوكي؟ نعم. لكن لا يمكن أليس هناك كما قلت هناك ماذا نظرية تحليل الأخطاء هذه لديهما بمعنى من ماذا نقول هذا؟ نعم، هناك عندها بمعنى الخطوات. نعم، الخطوات في نعم هناك نظرية، ابحث يعني هناك نظرية في تحليل الأخطاء وهناك خطوات، هناك نظرية وهناك فريم وهناك خطوات. بالنسبة للخطوات أنت توضح قبل الخطوات موديل، ما هو موديل التي تستخدم، فالخطوات يعتمد على موديل التي تختاره. فهمت؟ فهم. نعم. حسنا. بالنسبة للفصل الثالث جيد، يعني الآن يمكن ربما ثلاث طلاب يقدمون، يمكن خلال ساعتين إن شاء الله في الأسبوع القادم يعني نستمع إلى عارف وحسين ومن؟ عين شهادة قدمت عين شهادة وشهادة. صح؟ نور عين صحيح. شهادة لما شهادة؟ أنا لما يمكن شهادة الأسبوع القادمة، لأن الآن يعني بعد قليل المغرب. نعم. الأسبوع القادم نور شهداء وعارف وحسين. أوكي؟ يعني ثلاث ممكن شهداء؟ ممكن يا أستاذ. بالنسبة إلى الكتابة لابد أن أعمل مثل ما فعلت حورين هذا، لأنها أضافت الموضوع. أنت تشرح بالنسبة للكتاب، هذا الكتاب أنا أعتقد يحتوي على كم؟ 8 وحدات، 8 يونت، فأنت توضح هل تحل الأخطاء من جميع الوحدات أو تختار وحدة معينة فقط؟ لو جميع الوحدات ممكن. جميع طويل، يعني طويل. هل أنت تعمل دكتوراه؟ لو عمل جامعة فيكون دكتوراه دكتور. لا ليس دكتوراه، يعني ماجستير. لكن في كتابة رسالة نختار غالبا عينة فقط، سامبلينج. نعم، سامبلينج هذا، وبمعنى confidence سامبلينج هذا ليس بالنسبة بمعنى الشروط لهذا الكتاب، بمعنى لأي وحدة هذه هكذا. سامبلينج ليس فقط للطلاب فقط، للناس. سامبلينج أيضا للوحدات المدروسة المحللة. حسنا. نعم. وعندما تقوم بتحليل الأخطاء يجب أن يكون هناك قائمة تشيك ليست، صحيح؟ تشيك ليست. نعم. تشيك ليست هذا أنت كيف تبني هذا التشيك ليست؟ يمكن أن تبني هذا التشيك ليست من هذا الموديل، وبعد القيام باستخدام هذا التشيك ليست أنت تقابل الخبراء يعني ينظر
وماذا نقول هو ماذا يرجح ويتأكد من خيارك لهذا التأليف، فهذا نعم. يكون لكن أفضل أن أعمل بمعنى أنا أحلل مباشرة مع أعمل هذا التأليف، بمعنى أنا أبني هذا التأليف من خلال هذه العملية، لأنني أنا أعمل الاستكشاف هذه. فربما هناك أخطاء التي ربما نسيت أن أقسمها، بمعنى أنا أقوم بجمع بيانات أخطاء وذا اكتشاف وكذا إن شاء الله دكتور. اوكي. فالمهم في الفصل الرابع إذا لديك 3 أسئلة أو 3 أهداف يجب أن تكون لديك 3 نتائج. النتيجة الأولى، نتيجة السؤال الأول، نتيجة السؤال الثاني، نتيجة السؤال الثالث. فهمت؟ فهمت. نفس القضية للآخرين. إذا كان لديكم 4 أسئلة ستكون النتيجة 4 نتائج. يجب أن تكون نتائج البحث منسجمة مع عدد أسئلة البحث. لو كان هدفين ممكن دكتور؟ ممكن، لا بأس عن هدفين. ولا بأس لكن ربما بالنسبة الهدف يعني بالنسبة للتحليل ممكن أعمق أو كثير. فهمت. نعم. جزاكم الله خيرا دكتور. لكن غالبا في الماجستير فقط، يعني عادة 3 فقط. 3 إن شاء الله دكتور، جزاكم الله. بين 3 و4. اوكي. إن شاء الله سأشارك معكم الفيديو المسجل إن شاء الله. يا شهداء، يعني الآن المغرب مبكر ولديك طفل صغير. يا أستاذ. نعم، يعني عندها بيبي، يعني مشكلة يعني. أشرف ليس له شيء، يعني عنده قط. اوكي، ان شاء الله ربما غدا سأشارك يعني الفيديو المسجل، وانا ارجو منكم ان تشاهد الفيديو ان شاء الله مرة اخرى، وان شاء الله نواصل التقديم يعني للنقاش ليس للتقويم لإعطاء درجات في الاسبوع القادم. وان شاء الله سأتأكد مرة اخرى هل نلتقي في الجامعة، هل نستطيع ان نلتقي في الجامعة. اوكي. أفضل أن ألتقي بالجامعة حتى أن أطبع هذه. نعم، أريد اليوم أريد في الجامعة، لكن يعني لظروف صحية. أنا مريض مثل حسين، يعني ما شاء الله. حسنا دكتور. طيب اوكي إن شاء الله. إلى اللقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Jazakumullah khairan dokter.